السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثالثة ثانوي في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، أهلا بيك. معاك البارون عمرو جمال. النهارده بإذن الله بطل هنكمل رحلة الفصل الثاني. احنا اتفقنا بنقول عليها رحلة عشان خاطر الفصل الثاني مكمل معانا فترة لسه كتير. طيب النهارده بنعمل إيه؟ هنحل أهم الأسئلة على الدرس الثاني في الفصل الثاني اللي هو انفراد محمد علي بحكم مصر. ولو بتسأل الشرح فين؟ الشرح بتاعنا موجود على المنصه، واي تفاصيل عن المنصه هتلاقيها موجوده في الديسكربشن او في الوصف تحت الفيديو. هتلاقي لينكاتنا للسوشيال ميديا ولينكات تحميل المنصه وكمان ارقام للتواصل. من غير ما اطول عليك يلا نصلي على حبيبنا النبي عليه الصلاه والسلام، خير ما نبدا به شغلنا، ويلا بينا نبتدي يا صاحبي نحل اهم الاسئله على الدرس الثاني. هقول سؤال يا صديقي بيقول لي اتخذت العلاقه بين محمد علي ونقيب الاشراف اللي هو عمر مكرم، طبعا اسمه ما بانش عشان اسود، عمر مكرم، منحنى مغاير لما بدأت عليه. أي من المواقف التاريخية التالية تعبر عن ده؟ يعني العلاقة ما بينهم كانت كويسة جدا لحد ما تحصل أزمة انخفاض فيضان النيل. حادث دار المحكمة ولا أزمة فيضان النيل؟ سؤال مباشر يعني. ولا فرمان محمد علي ولا مذبحة القلعة؟ طبعا أزمة فيضان النيل اللي رفض عمر مكرم التبحث فيها أصلا مع محمد علي ورفض قرارات محمد علي. السؤال اللي بعد كده، ارتبطت حملة فريزر على مصر بغضب انجلترا من السلطان العثماني نتيجة ايه؟ فشلوا في فرض ارادته على الزعامة الشعبية، عدم استطاعته تعيين احد زعماء المماليك، مساندته لمحمد علي ضد انجلترا، التقارب اللي حصل بين السلطان العثماني وفرنسا. والاجابة طبعا الف، فشلوا في فرض ارادته على الزعامة الشعبية. ليه؟ الزعامة الشعبية اللي اختارت محمد علي. انجلترا طلبت نقل محمد علي او عزله وتعيين محمد بيك الالفي او اي والي تاني. السلطان فعلا خد القرار ده، ولكن الشعب تمسك بمحمد علي، فالسلطان رضخ او سمع كلام الشعب، فهنا فشل في تنفيذ ارادته على الشعب. السؤال الثالث، كانت الزعامه الشعبيه هي العصا التي يتكئ عليها محمد علي لتحقيق طموحاته السياسيه بمصر. يتضح من مضمون العباره السابقه ان اخر دور للزعامه الشعبيه تمثل في ايه؟ الغاء الفرمان بتاع 1806، مواجهه حلفاء محمد بيك الالفي، تعبئه الجيش لمواجهه الوهابيين، التخلص من فرق المماليك، واخر دور طبعا هو مواجهه حلفاء محمد بيك الالفي، ويقصد هنا حمله فريزر، لان اخر دور ليهم كان التصدي لحمله فريزر. السؤال اللي بعده، نستنتج من خلال تحليل معطيات الخريطه المقابله ان السبب في اتخاذ الانجليز لخط السير الموضح، اللي هو ايه خط السير؟ من اسكندريه ماشي جنب الساحل رايح لمدينه رشيد ومدينه الحماد. قلت لك واحنا بنتكلم في الشرح على المنصه ان دايما اي دوله بتيجي تحتل مصر بتمشي بمحاذاه الساحل للاستفاده من قوه الاسطول اللي بيبقى موجود هنا في الساحل عشان يساعدهم في القصف لو احتاجوه في المعركه. فهل هنا اعتمادهم على عنصر المفاجاه؟ لا. استغلالهم تفوق اسطولهم البحري؟ لكن تجنب مقاومه المصريين؟ لا. واهميه الحماد؟ لا. ليه؟ هم هنا بيستغلوا تفوق الاسطول عشان كده بيمشوا بمحاذاه الساحل. سؤال 5 بيقول لي تمثل السبب الرئيسي وراء فشل حملة فريزر في تحقيق أهدافها كان إيه؟ محاصرة محمد علي القوات الإنجليزية برا وبحرا، معارضة الدولة العثمانية وفرنسا للحملة، الخبرة والكفاءة العسكرية لمحمد علي، خبرة الشعب المصري في مقاومة المحتل. ودي طبعا الإجابة، لأن الشعب قاومها بقيادة عمر مكرم، فده كان السبب الرئيسي لفشل الحملة. سؤال 6 ترتب على فشل بريطانيا في تحقيق أهدافها في مصر 1806. ايه اهدافها؟ نقل او عزل محمد علي. ايه اللي ترتب؟ تجدد الصراع بين المماليك والعثمانيين؟ لا ما حصلش. استعادة فرنسا علاقتها؟ برضه ملوش دعوة. اعادة ترتيب علاقتها بالدولة العثمانية ولا رحيل قواتها عن الشواطئ؟ طبعا اعادة ترتيب علاقتها بالدولة العثمانية، لان العلاقة ما بينهم تدهورت نتيجة فشل اهدافها بنقل محمد علي وتعيين محمد الالفي. سؤال 7 ظهرت نوايا محمد علي الحقيقية تجاه الزعامة الشعبية بعد صدور فرمان بنقله إلى ولاية سالونيك، بروز دوره في الدفاع عن مصر ضد الإنجليز، حادث دار المحكمة، إبرام الصلح مع زعماء المماليك. وطبعا الإجابة هتبقى بروز دورهم في الدفاع عن مصر ضد الإنجليز، لأن محمد علي خلاص شاف إن عمر مكرم بقى في مكانة عالية قوي وقلق منه ليسيطر هو على الحكم مكانه. السؤال اللي بعد كده سؤال 8 بيقول لي اوعى كده، ايوه، شكل الخلاف بين محمد علي ونقيب الاشراف عمر مكرم خلال الازمه الاقتصاديه نقطه تحول في تاريخ مصر. الامر الذي ادى الى
تطويع القوى الوطنيه لصالح اهدافه، يعني تحويل الزعامه الشعبيه عشان تخدم اهداف محمد علي. تمسك الشعب ببقائه على راس السلطه، وده مش حقيقي. اعاقه اقامه المشروعات الاقتصاديه بمصر، مش حقيقي. تعميق تجربه المصريين للديمقراطيه، والاجابه طبعا هي الف يا جماعه، تطويع القوى الوطنيه لتحقيق اهدافه. ليه؟ لان محمد علي تخلص من عمر مكرم وعين محمد السادات الذي اصبح اداه طيعه في يد محمد علي، فالزعامه الشعبيه ما بقاش لها دور في اختيار اي حاجه فيما بعد. سؤال 9. تمثل العنصر الاكثر خطوره على حكم محمد علي بعد توليه حكم مصر كان ايه؟ الاكثر خطوره بعد توليه حكم مصر. الزعامه الشعبيه، المماليك، الانجليز، السلطان؟ طبعا الانجليز، لانهم لم يرضخوا بوجوده وحاولوا ان هم يشيلوه. طيب، اضطر فريزر بعد ان حاصر محمد علي في الاسكندريه الى طلب الصلح والجلاء، وتمت الموافقه على طلبه. استدل من تحليل مضمون العباره السابقه ان الدافع وراء موافقه محمد علي كان، ودي قلناها في الشرح، تحقيق التحالف مع الانجليز، تفرغ لمواجهه منافسيه في الداخل، رغبته في بناء الدوله الحديثه، خوفه من تخلي الدوله العثمانيه عنه. والاجابه طبعا التفرغ لمواجهه منافسيه في الداخل. طب ليه يا مستر؟ لان محمد علي مش عايز يبقى يعني ليه اعداء تاني. انا كفايه اللي جوه، خلص على اللي جوه وبعد كده نبقى نشوف بره فيه ايه. لكن لو شغلت بالي بانجلترا مش هقدر اقف قدامها اصلا. سؤال 11. تمتع صاحب الصوره المقابله بالدهاء السياسي والذي ظهر بعد توليه حكم البلاد، ده طبعا محمد علي، من خلال ايه بقى؟ التخلص من المنافسين تدريجيا، تطويع المماليك لخدمته وثقته بهم، تنفيذ جميع مطالب الزعامه الشعبيه، مواجهه حمله فريزر عسكريا. والاجابه طبعا التخلص من جميع منافسيه تدريجيا. 12. يؤكد طلب انجلترا من السلطان العثماني اسناد ولايه مصر الى محمد بك الالفي او اي ولي اخر بدلا من محمد علي. على ايه؟ ليه انجلترا طلبت الطلب ده؟ انحياز الانجليز للمماليك على حساب السلطان، مش حقيقي. توتر العلاقه بين فرنسا والدوله العثمانيه، مش حقيقي. ان الدول الاستعماريه لا تقيم وزنا الا مصالحها، او رغبه انجلترا في دعم تحالفاتها الدوليه. فهي طبعا الاجابه جيم، لان انجلترا مش فارق معاها يكونوا المماليك تحديدا الموجودين على الحكم. انا فارق معايا ان ما يكونش محمد علي. ليه؟ لانه هيعطل مصالحي، لكن اي حد تاني عادي. سؤال 13. القاسم المشترك بين مواجهه الحمله الفرنسيه واهالي رشيد للمستعمر الانجليزي. مواجهه اكثر من عدو في ان واحد، النتيجه النهائيه للمقاومه، الدعم العسكري العثماني، عدم وجود قياده منظمه. بيقول لي القاسم المشترك بين مواجهه الحمله الفرنسيه، المصريين واجهوا الحمله الفرنسيه، واهالي رشيد واجهوا المستعمر الانجليزي. المشترك ما بينهم مواجهه اكثر عدو في طرف واحد، النتيجه النهائيه للمقاومه، الدعم العسكري العثماني، وعدم وجود قياده منظمه. طيب عدم وجود قياده منظمه مش حقيقي. ليه؟ لان هنا كان في محمد كرايم وهنا كان في عمر مكرم. طيب النتيجه النهائيه للمقاومه ده مش حقيقي، لان ده اتهزم وده كسب. مواجهه اكتر من عدو في ان واحد ده برضه مش حقيقي، هنا بيواجهوا الفرنسيين وهنا بيواجهوا الانجليز، ده عدو واحد. والدعم العسكري العثماني مش حقيقي. طب انت يا مستر لغيت الاجابات كلها، اقول لك ليه؟ لان السؤال كان فيه كلمه تزيد فيه، او الاجابات اقرب اجابه هي د، عدم وجود قياده منظمه. المفروض قياده عسكريه منظمه. ليه؟ لانها كانت مقاومه اهالي في الاثنين. سؤال 14. ظهرت قوه الزعامه الشعبيه على الساحه السياسيه بمصر في مطلع القرن ال19 لاول مره من خلال مقاومه حمله فريزر على مصر، الثوره ضد خورشيد، الثوره ضد حكم المماليك، تثبيت حكم محمد علي. طبعا الثوره ضد حكم المماليك، لان اول مره ظهرت كانت في 1804. سؤال 15. اي من الشخصيات التاليه استهدفت انجلترا من خلاله تنفيذ اهدافها في القطر المصري في العقد الاول من القرن ال19؟ خورشيد، خسرو، محمد الالفي، مراد؟ طبعا محمد الالفي، لانه اللي هيمشي مصالح انجلترا. سؤال 16. يعبر اصدار السلطان العثماني فرمان 1806 بنقل محمد علي الى ولايه سالونيك وتعيين موسى باشا بدلا منه عن الضعف السياسي للدوله العثمانيه، ولا بيعبر عن رغبه السلطان العثماني في استعاده السيطره على مصر، ولا العداء بين محمد علي والسلطان، ولا التحالف السياسي والاقتصادي بين انجلترا والدوله العثمانيه؟ طبعا هيعبر عن الضعف السياسي للدوله العثمانيه. ليه؟ لان انجلترا بتتحكم فيك، بتطلب منك تشيل ولي عندك وتحط ولي تاني وانت بتقول فده معناه ان انت ما عندكش راي سياسي مستقل. سؤال 17. اصدر السلطان العثماني العديد من الفرمانات الخاصه بمحمد علي، منها تعيينه واليا على جده مره، طاره يعني مره، ونقله الى سالونيك طاره اخرى يعني مره اخرى.
يستدل من تحليل مضمون العباره الاتيه على اتساع مساحه الدوله العثمانيه؟ لا. تدني شأن محمد علي عند السلطان، ولا رفض المماليك لحكم محمد علي، ولا تخلص السلطان من العثماني من محمد علي؟ بص، رفض المماليك دي هنشيلها. تدني شأن محمد علي ولا تخلص السلطان العثماني من محمد علي؟ الإجابة طبعا جيم، هي تدني شأن محمد علي، إن هو ملوش أهمية قوي بالنسبة لي، فأنا هنقله هنا أجيبه هنا، مش فارق معايا في الفترة دي. سؤال 18: اتبع كل من محمد علي ونابليون أثناء حكمهم لمصر سياسة الترهيب والترغيب تجاه مين؟ ترهيب والترغيب يعني بقربك مني وفي نفس الوقت اخوفك مني. هل السلطان العثماني، ولا الزعامه الشعبيه، ولا فرق الدولاه، ولا الانجليز؟ وطبعا الزعامه الشعبيه، لان كلاهما حببهم فيه وفي نفس الوقت علمهم الادب. سؤال 19: كان السبب الرئيسي في تفكك القوى التي لم تتصارع على حكم مصر اللي هي مين؟ الزعامه. بعد رحيل الحمله الفرنسيه، الاطماع الشخصيه، الهزائم العسكريه، التدخلات الخارجيه، تخلص السلطان من محمد علي؟ والاجابه طبعا الاطماع الشخصيه، لان انقسام قيادات الزعامه الشعبيه جاء نتيجه خلافات شخصيه. سؤال 20: حدد اي من القرارات الصادره من السلطان العثماني تتوافق مع مضمون النص. فين هو بقى النص؟ مش موجود. فرمان توليه محمد علي، فرمان نقل محمد علي، قرار السلطان ارسال فرق الدوليه، قرار تعيين محافظ الاسكندريه حاكما على مصر. والنص للاسف مش موجود، فهنسيب السؤال ده. سؤال 21: الهدف الذي أراده كل من المماليك والإنجليز تحقيقه من خلال مواجهتهم محمد علي هو؟ يعني المماليك والإنجليز كان عندهم هدف يحققوه من خلال مواجهتهم لمحمد علي، هو تأمين المصالح، ولا نشر الديمقراطية، ولا تحقيق الوحدة الوطنية، ولا تحقيق العدالة الاجتماعية؟ طبعا تأمين المصالح، الاثنين عايزين يأمنوا مصلحتهم. سؤال 22: أرادت إنجلترا من عزل محمد علي عدم الحفاظ على مصالحها نقط الاقتصاديه، من عزل محمد علي على الحفاظ على مصالحها نقط الاقتصاديه والاجتماعيه، السياسيه والفكريه، الاقتصاديه والسياسيه، السياسيه والاجتماعيه. طبعا الاقتصاديه والسياسيه، مرور تجارتها وتحكمها بالهند. اثبت محمد علي دهاءه السياسي بعد توليه حكم مصر من خلال، اثبت ان هو خبيث من خلال ايه؟ استجابه لمطالب خورشيد؟ لا. تدرج في التخلص من منافسيه؟ تقويه العلاقات الدبلوماسيه مع انجلترا؟ لا. تولي المماليك؟ لا. فالاجابه طبعا التدرج في التخلص من منافسيه. سؤال 24: فشلت جميع محاولات انجلترا والسلطان العثماني في التخلص من محمد علي. اثبت وقود قاعده دستوريه هامه في مصر، وهي ان الوالي يعين ويعزل بامر السلطان؟ لا. القوى الاقتصاديه مصدر السلطه السياسيه؟ لا. التدخل الاجنبي؟ لا. الشعب اصبح مصدر السلطه؟ اثبات ان الانجليز ومحمد والدوله العثمانيه مش عارفين يتخلصوا من محمد علي، ان الشعب هنا هو اللي بيتمسك بيه، فالشعب اصبح مصدر السلطه. 25: القوة التي ثبتت السلطان العثماني عن عزل محمد علي، اللي هو رجعت السلطان العثماني عن عزل محمد علي مرتين، هي مين؟ الزعامة الشعبية، وده سؤال مباشر. سؤال 26: دلالة انجلترا التخلص من محمد علي مستخدمة اساليب ايه؟ انجلترا حاولت تتخلص من محمد علي وهي مستخدمة اساليب ايه؟ طبعا لازم يبقى فيها عسكرية، فعندي عسكرية عسكرية عسكرية، دي الوحيدة اللي هشيلها، ما فيهاش عسكرية. عسكرية واجتماعية؟ لا، لان ما فيش علاقة للمجتمع. عسكريه واقتصاديه؟ لا. عسكريه وسياسيه؟ ليه؟ سياسيه طلبت من السلطان العثماني نقله، وعسكريه ارسلت حمله فريزر. سؤال 27: تعددت العناصر التي نازعت محمد علي حكم مصر، وكان اشدها خطرا على انفراد محمد علي بحكم البلاد يتمثل في ايه؟ عناصر كتير قوي كانت بتنازع محمد علي، ولكن اشدها خطرا كان مين؟ خطرا على انفراد محمد علي بالحكم طبعا كانوا المماليك، لانهم الوحيدين المدربين عسكريا ويقدروا يحكموا مكانهم. العامل المشترك في فشل محاولات انجلترا الدبلوماسيه والعسكريه لتامين مصالحها في مصر يتمثل في ايه؟ الزعامه الشعبيه. فهشوف اي حاجه لها علاقه بالزعامه الشعبيه، لان الزعامه هي اللي تمسكت بعدم تنفيذ قرار السلطان بنقل محمد علي، وهي اللي تمسكت ايضا بالمقاومه في حمله فريزر. قوات محمد علي؟ لا. تخلي المماليك؟ لا. تحالف بين محمد علي والدوله؟ لا. اصرار الشعب المصري على حكم محمد علي. سؤال 29: اول خطوات محمد علي في نقض شروط توليه حكم البلاد تمثل في ايه؟ نفي عمر مكرم، التخلص من المماليك، تعيين محمد السادات، فرض الضرائب على الاهالي، وهي طبعا فرض الضرائب. ليه؟ لانه قلنا في ازمه 1808 خد محمد علي العديد من القرارات الخاصه بالملكيه والضرائب اللي رفضها عمر مكرم، فكانت دي اول القرارات.
سؤال 30. أفقد محمد علي زعماء الطبقة الوسطى مكانتهم المعروفة عند الأهالي عندما نفى عمر مكرم، عين محمد السادات، أعطاهم امتيازات اقتصادية، قضى على الزعامة. محمد علي أفقد زعماء الطبقة الوسطى المكانة بتاعتهم لما عمل إيه؟ لما عين محمد السادات نقيبا للأشراف. ليه؟ لأنه أصبح أداة طيعة في يد محمد علي. انتهى فعليا الصك الاجتماعي الذي وافق عليه محمد علي عند اختيار الزعماء له بعد. انتهى ده بعد ايه؟ مذبحة القلعة، حملة فريزر، نقص الفيضان، محاولة المماليك قتله. انتهى طبعا بعد نقص الفيضان لانه تخلص من الزعامة الشعبية واصبح بيحكم لوحده. هناك علاقة بين مهاجمة المماليك القاهرة والجيزة بعد تولي محمد علي حكم مصر وايه؟ زيادة قوة المماليك العسكرية؟ لا. رفض المماليك الاتجاهات السياسية للزعامة الشعبية؟ تحريض الانجلترا للمماليك على ده؟ التحالف بين المماليك واهل الصعيد؟ طبعا الاجابه ج هي رفض المماليك الاتجاهات السياسيه للزعامه الشعبيه بتوليه محمد علي. انفرد محمد علي بالحكم، ارتبط بضراوه استمرار الاوضاع السياسيه فين؟ انفراد محمد علي المفروض في الف هنا. ارتبط بضروره استمرار الاوضاع السياسيه فين؟ في الحجاز طبعا، لان محمد علي قضى على المماليك عشان يخرج الى الحجاز. نيجي بقى للاسئله المقاليه. سؤال بيقول لي حدد مصداقية العبارة التالية: أدى تغليب المصالح الشخصية إلى توقف جني ثمار ما توصل إليه المصريين في دار المحكمة. يعني المصلحة الشخصية بوظت مكانة الزعامة الشعبية، ده بالبلدي. طبعا ليه بقى؟ لأن حدوث الانقسامات في الزعامة حول مكانة عمر مكرم أدى إلى استغلال محمد علي الوضع اللي هي الانقسامات يعني، والتخلص من عمر مكرم. طبعا التخلص من عمر مكرم وتعيين محمد سادات ادى لانهاء دور الزعامه الشعبيه. حدد وجه الارتباط بين تثبيت السلطان العثماني لمحمد علي في حكم مصر وحمله فريزر. طبعا تدهورت العلاقات بين انجلترا والدولة العثمانية. نتيجة ايه بقى؟ نتيجة تثبيت السلطان محمد علي في حكم مصر، مما أدى إلى استغلال انجلترا الوضع وإرسال حملة عسكرية على مصر اللي هي حملة فريزر. طب ما العلاقة بين حركة علي بيك الكبير ورفض السلطان العثماني طلب انجلترا بتعيين محمد بيك الألفي؟ طيب ايه العلاقة؟ ايه اللي جاب علي بيك الكبير لمحمد بيك الألفي؟ هنا رفض السلطان تعيين أحد زعماء المماليك خوفا من الحركات الاستقلالية بمصر مثل حركة علي بيك الكبير. سؤال 4. ما وجه الاختلاف بين صلح إميان وموقف انجلترا من مصر 1807؟ طب ايه الاختلاف ما بين الاثنين؟ في صلح إميان أدى إلى رحيل القوات الإنجليزية من مصر خوفا من تدهور علاقتها مع الدولة العثمانية. أما على العكس تماما فين بقى؟ في 1807. ليه؟ لأن أرسلت إنجلترا حملة فريزر لاحتلال مصر نتيجة تدهور العلاقة مع الدولة العثمانية. طيب سؤال 5. تتشابه الحملة الفرنسية على مصر مع حملة فريزر من جهة دخولهما. اشرح ذلك، حيث أتت كلا الحملتين عن طريق الأسكندرية أو الأجزاء الشمالية لمصر أو الساحل الشمالي لمصر. بكده يا شباب يبقى خلصت مجموعة الأسئلة اللي معانا النهاردة على الدرس الثاني في الفصل الثاني، ولكن ما خلص
لقاءاتنا الاسبوعيه، لاننا باذن الله هنتقابل المره الجايه واحنا بنحل تدريبات على الدرس الثالث في الفصل الثاني. باذن الله انتظروا برضو اقوى مراجعه هتبقى موجوده بعد ما نخلص الدرس الثالث، عشان خاطر نبقى فرمنا الثلاث دروس بتوع الفصل الثاني دول، ونبدا في الثلاث دروس التانيين بتوع الفصل الثاني. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله